إيه الأخبار يا شباب عاملين إيه؟ تعالوا النهارده نتكلم عن tool مهمة جدًا وخصيصًا لو أنت طالب، وزي ما أنتم عارفين إن إحنا دلوقتي في موسم الامتحانات، والtool دي حرفيًا هتساعدك في إنك تلخّص المنهج بتاعك بشكل فيه رسومات بسيطة، هي كل اللي بتعمله الtool دي إنها بتعمل لك visualization بتخلّي المعلومة سهلة وبسيطة، وتقدر تفهمها بسرعة جدًا، والtool دي ببساطة اسمها Napkin AI، وممكن كمان تستخدمها في إنك لو أنت بتعمل presentation PowerPoint وحابب إنك تعمل diagrams في الPowerPoint ما فيش أي مشكلة عشان توصل للمعلومة سهلة وبسيطة لغيرك برضه ممكن تستخدمها، ويالّا بينا نجرّب الtool دي مع بعض. أنا هنا دخلت على Napkin AI أوكي، الميزة ونسيت أقول لكم، ميزة الtool دي إنها هي في الbeta version يعني هي مجانية كاملةً تقدر تستخدمها عدد لا محدود ما فيش أي مشكلة، يعني أنت لو دخلت هنا على الpricing زي ما أنت شايف الstarter plan ب0 والprofessional plan برضه ب0 أوكي، فإحنا هنا هنخش على الhome أوكي، وتقدر تعمل sign in عادي ما فيش أي مشكلة بaccount جوجل لو عندك برضه ما فيش أي مشكلة خالص. أنا هنا كنت أوكي، هندوس هنا أنا كنت عامل napkin بس هنا هندوس new napkin أوكي. هيظهر لك حاجتين draft with AI وبلانك نابكن اوكي زي ما انت كده شايف هو كريت لي النابكن بتاعي اوكي. فانا مثلا هخش هنا على البي دي اف ده زي ما انتوا كده شايفين وهعمل كوبي للتكست ده اوكي، واخش هنا ادوس كنترول في زي ما انتوا كده شايفين هنا هدوس اللي هي على الشمال دي هدوس جنريت فيجوالز بكل بساطة. انت هنا لما بتعمل جنريت فيجوالز هو بيعمل لك جنريت فيجوالز على النص كله، طب لا انت عايز حتة معينة برضو مفيش اي مشكلة تقدر تعمل جنريت فيجوالز الجزئية دي بس انا طبعا هعمل للكل اوكي. وادوس هنا جنريت فيجوالز زي ما انت كده شايف تحسه بيعمل لك زي اسكان اوكي. وهنا عمل لك الدياجرامز بتاعتك زي ما انت كده شايف شكلها بصراحة لذيذ، تقدر كمان الدياجرامز دي تغير في الستايلز برضو بتاعتك مفيش أي مشكلة خالص. يعني أنا مثلا خلاص أنا هاخد ده أوكي، أقدر إن أنا في النص أقدر أغير في نوع الفونت لو هو مش عاجبك تقدر تخليه بولد تقدر تكبره تصغره زي ما أنت عايز برضو مفيش أي مشكلة تقدر تغيّر لونه، برضه ما فيش أي مشكلة خالص. هنا برضه بيدّيك icons الicons دي أنت عايز تغيّرها، برضه ما فيش أي مشكلة خالص، أو تقدر تضيف icons تانية ما فيش يعني أنت لو دخلت مثلًا هنا على الspark search تقدر مثلًا عايز icon زي ما أنت شايف كده هنا بيقول لك cat arrows مش خالص أوكي. والميزة إنك كمان تقدر تعمل له export أوكي، يعني هنا نقدر نعمل له export PNG SVG PDF براحتك، وهنا برضه ده الcolor mode لو أنت عايزه light أو dark، يعني أنا مثلًا هنا هاعمل له PNG برضه خلاص أوكي، وأدوس هنا download هيعمل عادي download ما فيش أي مشكلة خالص. وزي ما قُلت لك دي نسخة بيتا تقدر تستخدمها بشكل مجاني وتحمي الكلام بأي شكل خالص. وتعالوا برضه مع بعض نجرب اللي هي draft with AI، يعني أنا مثلًا هنا هادّي له برضه عن البايو dynamic lighting أوكي، ما فيش أي مشكلة. بس نُص كده هادوس continue أوكي. هو زي ما أنت كده شايف بيقول لك الAI is writing أوكي، هنا عمل لك الموضوع بتاعك. طب أنا عايز مثلًا أعمل visualization لحتة معينة، ما فيش أي مشكلة أنا ممكن أحددها كده وأدوس generate visuals زي ما أنت كده شايف، وعمل لي هنا الvisualization بتاعي أو الdiagram بتاعي زي ما أنت كده شايف، أقدر إن أنا آخد منه المعلومة بشكل بسيط، زي ما أنتم كده شايفين هنا الكتابة كتير، أقدر آخدها هتوصل لغيري بشكل أسرع، بشكل بسيط أوكي. يعني هو بيقول لك إن الbiodynamic lighting benefits هنا شوف بيقول لك بيenhance الإنتاجية بيreduce الeye strain ما فيش أي مشكلة، بicons بسيطة، بdiagrams بسيطة تقدر أنت تفهمها، وبس كده. ويا ريت تجربوا الtool دي وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، بس كده سلام.